1 2 3 come on. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعين. حبايبي متابعين الغاليين، تعالوا مع بعض نشوف طريقة طرط الكنافة بالمانجا ده ازاي من غير كريم شانتيه بالشكل الجميل ده. يلا بينا نعرف كل تفصيلة في الفيديو ونشوف الطريقة بالظبط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي ومتابعين الغاليين، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة واحسن حال. جاية النهاردة معاكم مامة ميزو في قناتي منوعات مامة ميزو، منوريني دايما ان شاء الله. جاية اعمل معاكم نوع حلويات مشهورة جدا في المحلات الكبيرة وما بتبطلش الاعلانات بتاعتها كل يوم وكل نص دقيقة في التلفزيون. هعمل معاكم الكنافة بالمانجا، طرط الكنافة بالمانجا، بس انا هعمله بطريقة مختلفة شوية بدون كريم شانتيه. وهقول لكم الاسباب ايه ان انا مش هعمله بكريم شانتيه. تمام كده، انا بعمله زي ما عملت السنة اللي فاتت برضو نفس النوع كنافة بالمانجا بس بالكريم شانتيه. كان برضو يوم ميلاد ابني الكبير مازن، ربنا يبارك فيه ويهديه هو وكل اخواته واولادنا جميعا. عيد ميلاده الهجري اللي هو 10 من رمضان. فهعمل معاكم بقى الحلويات بتاعتنا النهارده. اقول لكم المكونات على طول. معايا هنا دي كنافه، نص كيلو كنافه انا مكسراها ومحمراها، ومعايا هنا المانجا. طبعا ده مش اواني المانجا بس دي متفرزه، وبصوا بلونها وجميله ازاي. ان شاء الله ابقى اعمل لكم فيديو تفريز للمانجا لما تطلع بامر الله. ومعايا نص كيلو لبن، ومعايا معلقه ونص من النشا، ومعلقه كبيره من الكريم شانتيه، و يعني رشه فانيليا بمعدل كيس فانيليا. تمام، كريم شانتيه هنا اختياري. ومعايا نص كوبايه سيرب، حوالي نص كوبايه سيرب متوسط القوام، وسكر للتحليه. ندخل بقى على الوصفه على طول. بس قبل ما ندخل على الوصفه ما تنسيش تعملي لي لايك للفيديو لو عجبك، ولو مش مشتركين في القناه اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل الاشعارات الجديده لاي حاجه انزلها جديده. ان شاء الله ربنا يديمكم عليا وتفرحوني في التعليقات بدعوه حلوه او برايكم في الفيديو بتاعي. ندخل الاول اوريكم مراحل عمل الكنافه بالطريقه ديت التحمير ده، وبعد كده ندخل على الوصفه. هنا كده الكنافه انا حطيتها في الفريزر جمدت وطلعتها بالشكل ده. هبدا اكسرها وهي متجمده هتبقى بالشكل ده، وبعد كده هبدا احطها في صينيه مع كوبايه سمنه بلدي او نيوزيلندي سايحه، وابدا ان انا اقلبها على النار من فوق، او لو حابه تحطيها في الفرن حطيها، بس على النار من فوق احسن واسرع لحد ما تاخد اللون الذهبي. بعد ما شفنا مراحل تكسير وتحمير الكنافه ازاي، هنبدا نعمل بقى المكون بتاعنا اللي انا هيبقى بديل الكريم شانتيه في الطرط بتاعنا النهارده. انا جبت نص كيلو اللبن، هفضي فيه كل الكلام ده، النشا ومعلقه الكريم شانتيه. اللي مش عايز يحط كريم شانتيه مفيش مشكله. وكده كده اثناء بعد ما القوام يتقل هنحط معلقه كبيره قشطه لتعزيز الطعم. تمام كده. طبعا السكر حسب الرغبه، انتي بتحلي بقى براحتك. نخلط الكلام ده كله كويس جدا على البارد بالمضرب، وبعد كده على نار متوسطه ننزل بالحاجات دي ونقلبها لحد ما القوام يتقل جدا. هوريكم القوام بعد ما اعمله يعني. بصوا حبايبي كده بعد ما تقلت وخلصتها، بصوا هو ده القوام اللي انا محتاجاه. تمام كده، هخليها بقى ثواني كده على جنب على ما نعمل الديسك بتاع الكنافه. هنبدأ دلوقتي نسقي الكنافة بتاعتنا بالسيرب. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلبها كويس قوي.
ما عندكش سيرب ممكن تعملي بجيلي مانجا، تسقي برضو بيه. المهم حاجة يكون مسكرة شوية علشان احنا طبعا مش هنسقيها بعد ما تخلص. نقلبها بقى كويس جدا. انا كده خلطتها بالعسل بتاعنا او بالسيرب كويس جدا، وممكن برضو تضيفي عسل نحل لو حابة. هبدأ بقى اجيب الصينية اللي انا هطبق فيها كده. حابة تحط لها ورق زبدة مفيش مشكلة، ما عندكيش ورق زبدة ممكن نستخدم ورق الكراسات اللي هو الابيض. تمام كده، بس انا هعملها من غير حاجة، لان احنا كده كده مش هندخلها الفرن. نسمي الله بقى كده، نحط كمية مناسبة من الكنافة ونبدأ اننا نفردها ونضغطها كده. اتفردت معانا اهي كويس جدا وضغطتها كويس جدا. هبدأ بقى انزل بالخليط بتاعنا ده وهبدأ بالراحة افرده. هتبقى معايا بالشكل ده كده. هسيبها لما تبرد خالص حوالي 10 دقايق او ربع ساعة، وبعد كده ابدأ ان انا اضيف المانجا. واقول لكم على حاجة، اوعوا تروحوا في اي حتة عشان الخطوة اللي جاية مهمة. دلوقتي طبقة الكريمة هديت معانا خالص، بردت خالص. نبدأ بقى ان احنا نزين بالمانجا بتاعتنا. رصوها بقى زي ما انتوا عايزين، اللي حابب يرصها عشوائي، اللي حابب يرصها بطريقة معينة، كل واحد براحته. رصها بقى كده وارجع لكم تاني، لان الخطوة اللي جاية مهمة جدا بعد رص المانجا. حبايبي رصيت كل المانجا اهي زي ما انتوا شايفين، وعملت منها كمان كاس اهو زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى اهم خطوة. انا معايا نص كيس جيلي مانجا، ومعايا كوباية مية مغلية. الخطوة دي مهمة جدا، لان المانجا من الفاكهة اللي بتسود، يعني بتغمق لما بتقعد. تمام، فاحنا لازم نلمع وشها بملمع جيلاتين. لو عندك جيلاتين مفيش مشكلة، بديل الجيلاتين معانا اللي هو الجيلي المانجا. دوبنا الجيلي كويس جدا. هبدأ اخد بقى بالفرشة كده وابدأ ان انا ألمع المانجا بتاعتنا، وكمان الكاس ده هلمع بقى كله، ونفتحها مع بعض ونشوفها كده. حبايبي خلصت وصفتنا النهاردة، ولمعت كل المانجا بالجيلي زي ما شفتوا كده. وعايزه اقول لكم انا عملت بالقشطه الكدابه او الكريمه الكدابه ليه؟ علشان انا المضرب بتاعي باظ، فحبيت ان انا اعملها بالطريقه دي، وقلت ان شاء الله هتبقى حلوه وهتعجبنا. وهي بصراحه طعمها بيبقى جميل. نبدا بقى نسمي الله كده، نفتح مع بعض اهي. بصوا دي تورتة الكنافة بالمانجا معانا، حلوة جدا وبطريقة بسيطة وسهلة جدا وهتعجبكم. استنوا كده، طعمها جميل. عايزاكم بقى تشوفوا معايا كده الطبقات بتاعتها. بصوا بسم الله ما شاء الله، حلوة جدا، وعلى فكرة طعمها جميل جدا. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وطبعا بتقطعيها زي ما انت حابة تعمليها كاسات كده برضو مفيش اي مشكلة، بتبقى اسهل في الاكل واحلى. بس احنا عشان هنحط هنا في النص كده شمعية ونقول هابي بيرث داي تو يو، فحبيت ان انا اعملها طرت زي كده. يا رب ان شاء الله تكون الوصفة عجبتكم وتجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. واشوفكم على خير في وصفة جديدة وفيديو جديد من وصفاتي مامة ميزو. السلام عليكم ورحمة الله، وكل سنة وانتم طيبين.